مساء النور. الكثير من السيدات كيتسائلوا علاش البشره ديالي ما كتستافدش من الوصفات، واخا انني كندير واحد الطبقه مهمه، واخا انني كنستعمل كريمات غاليين الثمن. صديقاتي كتستافد البشره ديالهم البشره ديالهم كتولي زوينه وهذا، وانا البشره ديالي ما كتستافدش نهائيا من هذه الخلطه او هذه الوصفه او هذا الكريم. علاش؟ ثلاثه ديال الاشياء إلا عرفناهم فغادي تستافد منا البشرة أكيد. عندنا المشكل الأول هو أنني كندير بزاف ديال الكمية من هذا الكريم أو من هذه الوصفة باش تمتصوا البشرة ديالي، وهذا خطأ كبير. علاش؟ لأن الكريم كل ما كانت الكمية ديالو قليلة كل ما سهل على البشرة باش تمتصو، كل ما سهل على البشرة كذلك باش تمتص هاد الوصفه. يعني كميه قليله وندير واحد المساج خفيف للبشره ديالنا فغادي تمتصو بكيفيه اسرع وغادي تستافد منه بكيفيه اسرع. هذا بالنسبه للعنصر الاول. بالنسبه للعنصر الثاني، علاش كذلك البشره ديالنا ما كتستافدش من هذا الكريم او من ديك الوصفه؟ لان عندنا مشكل ديال الاوساخ عالقه في هاد المسامات. كنعرفوا بان كنخرجوا، كنديروا بزاف الاشياء، كنمشيو للعمل، كنتقداو، كندخلوا للكوزينه كذلك. هاد العمليات كلهم كتاثر بهم البشره، كيبقاو واخا كنغسلوا البشره ديالنا الا انه كيبقاو شي اوساخ عالقه. كذلك البقايا ديال المكياج كتبقى عالقه في المسامات ديال البشره وكتعيق الامتصاص. واخا كنغسلوا البشره ديالنا الا ان هادوك يعني دوك الجزيئيات الدقيقه والرقيقه كتبقى لاصقه في المسامات، وهذا هو اللي كيخليها تسد وكيمنع الامتصاص ديال هاد الكريم ديال او هاد الوصفه. اذا اشنا هو الحل؟ الحل هو نديرو وتقشير أسبوعي ضروري، لا بالنسبة للبشرة الدهنية ولا حتى الجافة ولا حتى العادية. ضروري من التقشير لأنه مهم جدا، كيزول دوك الخلايا الميتة اللي تتكون في البشرة على سطح البشرة. نعرفوا بأن البشرة تتجدد كل شهر، لكن الخلايا الميتة إلا كانت كثيرة فغادي يعيق هاد التجدد ديال هاد الخلايا، وغادي يعيق حتى الامتصاص ديال الكريم لانه غادي يسد المسامات ديال البشره وما غاديش يخلي البشره تستافد من هذا الكريم او هاد الوصفه. معيق اخر هو مشكل ديال الترطيب. البشره الا ما كانتش رطبه ما غاديش تشرب لنا الكريم بالطريقه او بالكميه اللي حنا باغيينها، ما غاديش تتم الامتصاص ديال داك الكريم او ديال داك الخلطه او ديال داك الوصفه. لذلك ضروري من الترطيب خاصه في فصل الشتاء، سواء في البشره ديال اليد او البشره ديال الوجه كتكون جافه اكثر ومحتاجه للترطيب اكثر. اذا ضروري من الترطيب ديالها اما بزيت من الزيوت في الليل، خاصة زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا. كذلك كريمات مهمة اللي تحتوي على فيتامين أو، تحتوي على زيت الأفوكا، تحتوي على العديد من المرطبات. نديروها في الليل ضروري. كذلك شرب الماء هو ضروري فصل الشتاء، واخا ان الجسم ما كيطلبوش ولكن ضروري، لان البشره اللي ماشي رطبه فما كتمصش المكونات سواء كانت وصفة أو خلطة أو كريم فكتمتصوش بشكل جيد. كاين واحد العنصر آخر هو رئيسي جدا، هو الغسل الوجه. غسل الوجه هنا يا إما كنغسلوه بالماء البارد يا إما كنغسلوه بالماء الساخن، فما خصناش نغسلوه لا بالماء بارد ولا بالماء سخون، لأن الماء الساخن كيحيد الزيوت كامله اللي كاينه في البشره. وهاد النصيحه كنا قلناها هذه 3 سنين او 4 سنين، هذه درنا فيديو خاص
على كيفية الاعتناء بالبشرة وكيفية غسل البشرة. يعني الماء البارد فما كيحيدش دوك الأوساخ أو الجزئيات الصغيرة من الأوساخ العالقة في المسامات، والماء الساخن كيحيد حتى الزيوت اللي هي مهمة لترطيب البشرة. إذا الحل هو أن احنا نغسلو بالماء الدافئ حتى بالمرة الأولى بالغسول المناسب للبشرة. وأقول الغسول المناسب للبشرة لأن فما يمكنناش تكون عندنا البشرة جافة ونديرو غسول للبشرة الجافة فغادي يزيد الجفاف، أو البشرة دهنية ونديرو غسول خاص بالبشرة الجافة، فهذا مشكل. إذا الغسول المناسب للبشرة مهم جدا، والغسل بالماء الدافئ مرتين في اليوم، يعني صباحا ومساء بالماء الدافئ. ونوليو فاش نغسلو وجهنا بالماء دافي نوليو نعاودو نغسلوه تنساليو ونغسلو بالماء البارد، يعني نرشو على وجهنا ماء بارد باش نشدو دوك المسامات. هادو كانوا نصائح من اجل يعني الاستفادة من الكريمات والاستفادة من الوصفات والاستفادة من الخلطات بشكل صحيح. وما نبقاوش نقولوا مرة أخرى بشرتي لا تستجيب للوصفات. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله. الوصفات القصيرة طبعا كاين وصفات كاينة في اليوتيوب، كذلك وضعينها في لاباج على الفيسبوك، كذلك صفحتي على الانستغرام فيها كذلك وصفات قصيرة أيضا لكل من يريد الوصفات القصيرة. كذلك اللي عنده شي تساؤل فما ممكنش نجاوب على الجميع في اليوتيوب. ممكن تضعوا لي ميساج في لاباج ديال الفيسبوك او لاباج ديال الانستغرام في الخاص، وغادي نجاوبكم اكيد واخا نتعطل بعض الاحيان، لكني غادي نجاوبكم اكيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى